هقول لكم على طريقة الحليب المكثف ومش هنضطر نشتريه تاني من بره. الحليب المكثف سهل جدا وهيعمل معانا كمية اكبر من اللي احنا هنشتريها بسعر اكتر من كده. كوباية كبيرة لبن بودرة كامل الدسم، وكوباية كبيرة بنفس الكوباية سكر، يعني السكر قد اللبن البودرة. سكر عادي خالص، مش شرط يبقى بودر. هيبقى معايا معلقتين زبدة كبار بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يبقوش طالعين من التلاجة على طول. هيبقى معايا ربع كوباية مية مغلية من الكوبايات اللي احنا عايرنا بيها السكر واللبن البودر. هننزلها على الخليط ده وهنضرب بالهاند بلندر او في الخلاط او في الكب او في اي ميكسر عندك. هتضربي الخليط ده كويس جدا لغايه ما ينعم. كده هيبقى معايا الحليب المكثف احلى من اللي احنا بنشتريه من بره. اهم حاجه في اللبن المكثف اللي احنا نضرب كويس جدا جدا جدا. لو حاطين سكر عادي، لو حاطين سكر بودر هيتضرب بسرعه. فنخلي بالنا من النقطه دي. انا بضرب كويس قوي لان حاطه سكر عادي ومستنيه يدوب 100%. شايفين؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. ولو دخل التلاجة هيتقل اكتر كمان. يعني هو كده سخن، هي المية مغلية فهو سخن معايا. اول ما هدخله التلاجة هيبقى زي اللي احنا بنشتريه من بره. تعالوا بقى نعمل صوص الجبنة اللي احنا بنحطه على السينابون او اي معجنات، او الصوص الجميل الابيض اللي احنا بنحبه. هنحط على اللبن المكثف اللي معانا. احنا لو عاملين كمية كبيرة هناخد نص الكمية طبعا. الكمية اللي انا عاملاها هحط عليها كلها علبة جبنة مثلثات، او 4 5 معالق من الجبنة الكريمي اللي هي الكوبايات. ونضرب كويس جدا لغاية ما كله يدوب، والجبنة ما يبقى لهاش ملامح خالص في الصوص او في اللبن المكثف اللي احنا عاملينه. هنضرب كويس قوي لغاية ما ناخد خليط او صوص ناعم جدا، ما يكونش فيه اي تكتلات. هنفضل نضرب فيه شوية كويسين. عايزين بقى نزود اللون، يبقى لونه ابيض اكتر والطعم يبقى غني كده. هنحط 3 4 معالق من الكريم شانتيه او الكريمه اللباني. هنضربهم كويس قوي مع الخليط الجميل ده لغايه ما نوصل للون والقوام اللي احنا عايزينه. من غير الكريم شانتيه او الكريمه اللباني حلو قوي الصوص وطعمه لوحده تحفه، بس احنا بنزود اللون اكتر بياض يعني. وهيتقل شويه كمان معانا. بس من غير الكريم شانتيه لو حطيناه في التلاجة ساعتين 3 الصوص هيبقى تقيل وتحفه ويتاكل لوحده من غير اي حاجه. يتحط بقى على قطعه كيكه، على سينابون، على معجنات مخبوزات. هيبقى حلو جدا. ممكن نحطه في علبة عندنا نحفظه في التلاجة يقعد معانا اسبوع او 10 ايام كمان. المهم نحطه في علبة نظيفة ومحكمة الغلق عشان ما يلقطش اي ريحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هو كده فيديوهين في فيديو واحد: اللبن المكثف وصوص الجبنة الخطير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.